السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. موضوع اليوم فيما يخص الغربان أو الغراب. نتكلم اليوم إخواني عن غيار الريش اللي عادة معظم الطيور بتقوم بغيار ريش من بدايات الشهر 6 تقريبا، يعني بداية الأشهر الحارة من الصيف حتى تقريبا شهر 11 تكتمل غيار ريش بالكامل، وتختلف طبعا بلد لبلد ومن طائر لطائر. مثل الحمام أحيانا بنص 12 بينتهي الغيار الريش ويتسمى البروك، يعني الحمام بتبرك. اما راح اعطي ملاحظة بالنسبة لغيار الريش الاول، فهناك اختلاف بين غيار الريش الاول اخواني والبروك او غيار الريش الثاني. هاي عندنا الغراب طبعا اخواني ينطبق عليه نفس الشيء، يعني اذا شايفين كيف الرأس كيف منتف، كيف الريش بدأ يخرج، طلع كيف بعثر الريش، بداية خروج الريش الرصاصي. طبعا هذا يا اخواني يسمى غيار الريش الاول اللي هو للفراخ. يعني الفرخ اي وقت بيجي سواء صيف ولا شتاء راح يغير ريش، يسقط ريش تقريبا كل اسبوعين كما في الحمام تقريبا، ويختلف من طير لطير كما ذكرت، حتى يغير ريش بالكامل. فهنا لما يغير ريش في الكامل تقريبا اخواني بينضج. اي طائر بغير ريش بالكامل بكون هون عنده نضوج تقريبا. عدا الببغاوات الكبيرة مثل الكاسكو أو غيرها ممكن يكون النضج بعد الثلاث سنوات. أما بالنسبة للحمام مثلا بمجرد أنه يغير ريش بالكامل، يعني يكون مثلا على الريش الثامن الريش التاسع بيكون هيك جهز. وهاي الغراب شايفين إخواني هذا بيبدأ بالغير ريش كما ذكرت بشهر 6 وبينتهي بشهر 11 أو 12 تقريبا، بكون هون غير الريش الكامل بالكامل. طبعا هذا الريش كما ذكرت الأول كونه فرخ صغير. هذا قدمت فيه مقطع قبل شهرين نصف. أول ما وجدته ورا المنزل كان يدوب يعني ما بياكل، أنا فطمته على إيدي وغريته يدوي حتى انفطم من نفسه وصار يأكل واعتمد على نفسه. وهي بدأ في غير الريش، كل فترة بيسقط ريشة، والريش الصغير الزغب، وحتى عينه تغيرت، كانت عينه لونها سوداء صارت تدخل على الرصاصي إذا شايفين، وكمان شوي بتصير على بياض. لما يكبر بالكامل بصير أبيض، العين بيضة. هي باختصار إخواني الفرق بين غيار الريش الأول والثاني. وللتذكير وبسرعة، الغيار الأول يحصل في أي وقت للفراخ، أي نوع من الفراخ يحصل لها غيار ريش. إن شاء الله لو عز الشتاء راح يصير تبدل الريش تباعا، تسقط ريشة وتخرج ريشة وحسب من طير لطير، في الغالب تقريبا أسبوعين بين كل ريشة وريشة. أما بالنسبة للطيور الكبيرة معروف الغيار ريش طبعا حسب درجة الحرارة تقريبا بشهر 6 وبينتهي بشهر 12 تقريبا كما في الحمام، واحنا بنسميها البروق أو برق الحمام، يعني بد الريش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مقطع آخر.